ازيكم يا حلوين؟ من اكتر الحاجات اللي انا بحس فعلا ان هي ممكن تجيب للشخص فعلا اكتئاب، وهو الفراغ. بحس ان الفراغ دوت هو العدو الاول للانسان. يعني فكر كده، لو انت في يومك مش مشغول باي حاجه، فاضي، مفيهوش اي حاجه تعمل فيها، لا مثلا لا شغل ولا دراسه، ولا مثلا انك تساعد حد، ولا هوايه انت بتحبها، ولا ما بتعملش اي حاجه في يومك، هتلاقي بقى ان كل الافكار السلبيه كل الذكريات المؤلمه اللي انت عديت بيها من ايام طفولتك عماله تيجي في بالك. تاني حاجه، هتبدأ تقارن بين نفسك وبين أي حد تاني سبق مثلا في الشغل أو سبق في أي حاجة. هتفضل تقول طب اشمعنى أنا، وأنا ما عملتش حاجة وهو عمل، ما هو علشان أنت قاعد فاضي، ما مش وراك أي حاجة. فحاول إن أنت تملى يومك بأي حاجة أنت بتحبها. لو ما عندكش مثلا شغل، انزل مثلا تطوع، مارس هواية أنت بتحبها، اسمع مثلا بودكاست، حاجات مثلا في تطوير الذات، اسمع حاجات في اليوتيوب، كورسات مثلا في تنمية الذات، انزل مثلا، انزل جيم، العب رياضة. وكمان يعني ايه، يعني حاول ان انت تشغل يومك باي حاجة انت بتحبها وبحاجات مفيدة، بحيث ان انت ما تبقاش قاعد طول اليوم قاعد فاضي ما بتفكرش في اي حاجة خالص غير في الافكار اللي بتألمك انت. يبقى اول حاجة انا بحس ان هي الفراغ. تاني حاجة، لو ما عندكش صاحب أو صديق، إن أنت ممكن، لو أنت حسيت إن أنت في فترة من الفترات إنك تعبت ومش قادر تكمل أو مش قادر تعمل أي حاجة، إنك تروح لصاحب مثلا تفضفض له بأي حاجة. فكرة عدم وجود شخص في حياتك أنت تثق فيه بتبقى صعبة شوية على الشخص، يعني لما يبقى وحيد ميبقاش عنده أي حد إن هو ممكن يلجأ له، فالدنيا بتبقى عنده صعبة شوية. فكرة بقى وجود شخص فعلا فاهمك وعارفك، وحتى لو انت قلت له، لو هو قال لك مثلا مالك وانت قلت له مفيش، وهو يجي يقول لك لا هو انا اول مرة يعني اعرفك، انا عارف مالك، فانت يعني وجود شخص زي كده في حياتك، لا ده بيفرق يعني. فانا بشوف ان عدم وجود شخص انت بتثق فيه بتحكي له مثلا ايه اللي حصل في يومك، او ايه اللي كان بيوجعك، او ايه اللي بيألمك، بحس ان هو بيزود فعلا يعني الاكتئاب لو هو عندك. تالت حاجة بقى، لو انت بقى من محبين الناس اللي بتسمع اغاني حزينة، يعني ده كفيل، الاغاني الحزينة دي كفيلة ان هي تدخلك في مود كله حزن وكله زعل وكله اكتئاب، فعلا ما تعرفش تخرج منه. فحاول ان انت تستبدل الاغاني ديت بقرآن، او تستبدلها مثلا ببودكاست مثلا، يعني حاجة تفيدك. فحاول ان انت تبعد عن الاغاني السلبية. بشوف ان الثلاث حاجات دولت هما الحاجات الرئيسية اللي ممكن يسببوا اكتئاب. اكيد في حاجات تانية يعني لكل طبعا شخص، مثلا حاجات بتحصل في يومه بتبقى فارقة معاه او بتوجعه اكتر. برضو فكرة ان انت تبقى حاطط، يعني هو الاكتئاب هو عبارة عن ألم او حزن شديد قوي. مجرد ان انت تبقى في خيالك زي معنى كده، او تخيل لحياة وانت مش لاقيها على ارض الواقع، دي حاجة بتجيب ألم نفسي. طول ما انت قاعد بتفكر فيها بتدخلك في مكان كده ضلمة، يعني بتحصر نفسك في مكان بيبقى بتزعل فيه وبتتضايق فيه قوي. فحاول ان انت ترضى باللي موجود عندك، وحاول ترضى ان انت، يعني لو في ما فيش حاجة اتغيرت دلوقتي، يعني الجأ مثلا لربنا، الجأ للدعاء، الجأ للقرآن اكتر. فحاول ان انت يعني تغير اللي انت فيه، وفي الاول وفي الاخر سيب التغيير، يعني سيب اللي يحصل على ربنا، يعني سيب الامور تمشي زي ما هي ماشيه بتدبير ربنا. فما تحطش في نفسك اللي هو الألم النفسي اللي بيحصل لك من كتر التفكير اللي انت موقع نفسك فيه، والاكتئاب، ومدخل نفسك في اكتئاب، مدخل نفسك في حزن. فحاول ان انت تبعد عن الفراغ، يعني اشغل يومك بأي حاجة. ابعد خالص عن الأغاني السلبية، ابعد نفسك عن البوستات والمشاكل اللي انت طول الوقت قاعد عمال تسمع فيها من الناس قرايبك وحواليك، او اللي انت كمان بتشوفها على الفيس مثلا، او على اي حاجة في السوشيال ميديا. حاول ان انت تلاقي حد تثق فيه وتبدأ ان انت تحكي له. لو ما عندكش، حاول انت كده بركعتين في اخر الليل تقعد كده تصلي قيام الليل، وتقعد تتكلم مع ربنا وتدعي ربنا بكل حاجة انت حاسس ان هي وجعاك، وتدعي ربنا ان هو يغيرها لك للأحسن. فبجد الحاجات ديت هتفرق معاك في ان انت تخرج نفسك من دايرة الاكتئاب والزعل اللي انت فيه ده.